اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اعزائي جميع متابعين قناتكم ارانب الخير في كل بيت، انا معاكم النهارده ان شاء الله في فيديو جديد جميل، تابعوه للنهايه. هنتكلم النهارده ان شاء الله عن الفرق بين الارانب اللي هنربيها والارانب اللي بنشتريها من السوق بنجيبها على اساس ان هي لحم. الارانب البلدي طبعا الارانب البلدي لازم نشتريها من مكان يكون موثوق فيه علشان تكون بتجيب عدد كويس وبترضع كويس وكويسه. انما الارانب السلالات لازم اشتريها من مزرعه اكون موثوق فيها وكويسه، وممكن تبقى احسن حاجه ان انا اشتري الارنبه بكر، هتفرق معايا كتير جدا في الانتاج بتاعي. طيب الارانب انا لما اشتريها من السوق بشتريها على اساس ايه؟ الارانب اللي بتشترى من السوق بتبقى ارانب لحم، بتشترى لحم، ما بتجيش اكتر من اللي بتشترى من السوق. ده ما ينفعش ان انا اربيه سلال. ليه؟ لان انا مش هروح ابيع في السوق ارنبه 3 كيلو مثلا او 2 كيلو ونص او 3 كيلو الا ربع وكويسه، ما فيهاش جرب، ما فيهاش عرقوب، ما فيهاش تصلع، ما فيهاش اي مرض من الامراض اللي بيجي للارنب. الارنب اللي بتباع في السوق ده بتباع لحم، 1% منه ممكن يبقى سلالة. انما الارنب اللي بشتريه من مزرعة لازم اشتريه من مزرعة يكون كويسة ويكون حاجة مضمونة وموثوق فيها. لازم يكون ارنب بكر، لازم يكون ظهره عريض، لازم يكون كف رجليه عريضة، لازم يكون حوضه واسع، له مواصفات ومميزات، لازم يكون بالشكل ده. لو ما كانش بالشكل ده ما اشتريهوش ويكون سلاله عندي. الارنب اللي لازم اشتريه سلاله يجي عندي حاجه نظيفه، لازم يكون بكر نظيف، مفيش فيه امراض، مفيش فيه تسمم، مفيش فيه عرقوب، مفيش فيه جرب، مفيش فيه ظهره ما يكونش مسلسل. الحاجات دي كلها اساسيه. انا مش هروح ابيع حاجه كويسه عندي احطها في السوق وابيعها بكيلو مثلا. انما لو هي ارنبه منتجه وكويسه وبتجيب عدد كويس عندي هيكون معايا حاجه كويسه. انما ان انا اروح اجيب من السوق، بجيب من السوق بجيبه واذبحه على طول. ما ينفعش ان انا اشتريه من السوق عشان اربيه سلاله عندي. هي مثلا هتخلف وهترضع هتبقى عندي كويسه وخاليه من الامراض. الارنب اللي في السوق ده بيتشرى لحم بس. الارنب السلاله لازم يكون موثوق منه، لازم يكون حاجه نظيفه، حاجه كويسه، ظهره عريض، حوضه واسع، كف رجليه عريض، لازم يكون خالي من كل الامراض. مفيش مناخيره طبعا ما يكونش فيها ميه لان ده دليل على البرد، بقه بينزل رياله ده دليل على السموم، ودانه نظيفه من الجرب ومن التسمم، رجليه يكون نظيفه برده، ما يكونش عنده عرقوب، ما يكونش عنده مسلسل، ظهره مسلسل، يكون ظهره عريض، وزي ما قلنا حوضه واسع وكف رجليه عريض. لازم الارنب اللي اجيبه سلاله اجيبه من مكان موثوق فيه. المكان ده بيبيع سلاله كويسه، بيبيع حاجه نظيفه، بيبيع بكر، يكون الارنب بكر وكويس. هيفرق معايا كتير، هيفرق معايا في الانتاج، هيفرق معايا في الرضاعه، هيفرق معايا في التحويل. هيكون ارنب كويس وجيد ومواصفاته جيده. انا بتكلم النهارده، في ناس بعتت وبتقول ايه الفرق بين الارنب السلاله اللي انا بجيبه من السوق والارنب اللي انا بربيه سلاله. الارنب اللي انا بربيه سلاله لازم يكون مواصفات جيده، يكون كويس، يكون وزنه حلو، يكون بكر، يكون من مكان موثوق فيه، ما يبقاش مكان اي كلام واروح اشتري منه الارنب علشان اربيه سلاله عندي. انا عايز اعمل مشروع، لازم اختار مكان يكون كويس، لازم اختار مكان يكون موثوق فيه، لازم يكون مكان جيد. يعني انا مثلا انا بشتري الفراخ مثلا البلدي علشان تجيب لي بيض مثلا، هجيبها من مكان انا عارفه ان المكان ده بيربي كويس وسلاله الفراخ دي كويسه، او بلدي او هجين مثلا لو انا عايزاها بلدي او بلدي صافي او هجين. انما الارنب علشان اجيبه من مكان من السوق علشان اربيه سلاله ما ينفعش. الارنب ما ينفعش يجي من السوق على اساس ان هو يتباع سلاله، لازم يتباع يكون من مكان موثوق فيه وكويس وجيد، مكان مزرعه تكون نظيفه، راجل يكون وموثوق فيه بيبيع الارانب جيده علشان المشروع بتاعي ينجح ويكسب. لو انا هشتري الارنب مش كويس
هجيبه من السوق، هجيبه من السوق على اساس ان هو لحم. عمري ما هروح احط ارنب ابيعه في السوق علشان مثلا ابدل بفلوسه حاجه مثلا انا محتاجاها في البيت او انا عايزاها، هروح احطه في السوق. يبقى هو هيبقى سلاله عندي كويسه جدا، وام بتخلف لي 8 وبتطلعهم وبترضعهم، واروح ابيعها في السوق. لا، ما هي اكيد عندها عيب، عندها ما بترضعش، ما بتخلفش، عندها تحجر، فيها جرب، فيها تصمغ، فيها عرقوب، فيها تعب ما بينفعش يتعالج. او خلاص انا مثلا كبرت عندي في السن فروحت ابيعها اساس ان هي لحم. فانا الارنب السلاله لازم يكون مواصفاته جيده من مكان موثوق فيه، ما يجيش من السوق. السوق بيبقى فيه امراض كتير، الارانب اللي في السوق فيها امراض كتير، ما ينفعش تتربى سلاله. السلاله لازم تكون مكان موثوق فيه، مكان يكون النوع، اي نوع بقى، بابيون، شنشيل، فيلاين، اي حاجه، اسكندريه، اي حاجه، بس يكون الارنب نظيف، ودانه نظيفه، رجليه نظيفه، كل حاجة فيه تكون كويسة وسلالة جيدة، أبدأ أشتغل عليه. لو حاجة فيه مش كويسة مش هينفع. طيب أنا مثلا جبت أرنب من السوق وحطيته، حصلت كم مرة يعني، في ناس سألت، في ناس بتقول ان انا الارنبة دي ما بتخلفش، الارنبة دي ما بترضعش، الارنبة دي عندها جرب ما بيروحش. ما هو طبيعي، الواحد اي حد هيبيع حاجة في السوق لازم هيكون فيها عيب، لازم هيكون فيها عيب. ما يبقاش عندي الارنبة بتجيب حتى 6 وبتطلعهم وبترضعهم وكويسة معايا وهروح ابيعها في السوق. لا، الارنب بيجيب العدد كويس، السلاله جيده، التحويل بتاع الارانب كويسه، فده سلاله، ده سلاله اعتمد عليه. ما ينفعش ان انا اجيب ارنب من السوق واحطه واقول ده هو هعمل المشروع على اساسه. هعمل المشروع على اساسه. المشروع لازم يكون بحاجه جيده، بحاجه مكان يكون موثوق فيه، مكان يكون جيد. ارنب بلدي او سلاله لازم يكون مكان موثوق فيه، مكان يكون جيد وحلو، وانا متاكده ان المكان ده الحاجه بتاعته كويسه وجيده. فلازم الارنب فلازم السلاله الجيده تكون من مكان انا عارفاه، انا عارفه ان المكان ده هو كويس وعنده مثلا مزرعه وبيربي ارانب، اخد منه مثلا لو عايزه حتى صغير، لو عايزين حتى نجيب الارنب صغير 2 كيلو ونص، اسيبه شهر هيبقى 3 الا ربع 3 كيلو، يبقى انا كده واثقه فيه، يبقى انا كده جبت حاجه مضمونه، حاجه هتكسبني، حاجه انا اشتغل يعني ضميري يكون مرتاح. مش مثلا اجيب حاجه قلت مثلا لقيت نتايتين في السوق بلدي او سلاله، اي هجين يعني، مش بلدي، مش قصدي بلدي بس، سلاله او هجين او بلدي، وانا لقيتها في السوق مع ست قاعده في السوق مثلا في كل الامراض وكل الحاجات اللي هي عدت عليها دي، هلاقي جرب، هلاقي عرقوب، هلاقي تسمغ، هلاقي كل حاجه، هتبقى مشكله، هتبقى مشكله. انا بربي الحاجه لازم تكون نظيفه، لازم يكون مكان موثوق فيه وكويس وحلو، علشان ايه؟ ان انا اكسب، ان انا مثلا بعمل المشروع ده علشان اكسب منه، مش عشان اخسر منه. انا بجيب الحاجه تكون موثوق فيها كويسه، الراجل ده مثلا تمام وعنده مزرعه وعنده حاجه كويسه اجيب منه. انما الارنب اللي بيجي من السوق انا بجيبه بذبحه على طول وانا واقف مكاني، بدفع فلوسه وبذبحه. اي بقى ايا كان نوعه بقى، هجين، بلدي، اي حاجه بيكون حاجه مش كويسه، بتبقى حاجه للذبح بس وللاكل فقط لا غير. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. في ناس سالت في التعليقات وقالت ايه الفرق بين الارنب اللي انا بجيبه من السوق والارنب السلاله. لازم يكون الارنب السلاله مكان موثوق فيه، مكان يكون جيد، مكان يكون انا متاكده من المكان ده ان الارانب نظيفه وكويسه، علشان ما تموتش مني وما تتعبش مني وتديني مكسب ان شاء الله في المشروع بتاعي. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب ينال رضاكم من اعجابكم ويكون دايما عند حسن ظنكم. استنونا في فيديوهات جايه كتير باذن الله في تربيه الارانب على الارض. اي اخت من اخوات الفاضلات تحب تتواصل معنا على تليجرام ارانب الخيل السيدات على رقم الشيخ سامر 010 646 19771. تحت امركم ان شاء الله في اي حاجه تطلبوها مننا. واي حد يحب يحجز سلالات بطاريات الاف ادويه على رقم الحجز 010 646 19771. تحت امركم ان شاء الله في اي حاجه تطلبوها مننا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.